السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معانا النهارده الكتاكيت بتاعتنا دول عمر 8 ايام. طيب 8 ايام ممكن نقدم لهم سقوة ايه في العمر ده علشان نحافظ على الكلى بتاعتهم؟ طبعا نحافظ على الكلى يبقى على طول سقوة الشعير. سقوة الشعير ده بنجيبه من عند العطار، مشروب طبيعي ممتاز جدا لغسيل الكلى، وكمان بيعمل ايه؟ بيطرد السموم والاملاح وبيرفع المناعة. كمان خصوصا امتى؟ بعد ما ياخدوا ادوية او بعد ما يكون في حر شديد. طبعا الجو اليومين دول متقلب، الصبح بيبقى برد، الظهر حر، بالليل برد، اللي هو الجو مش مظبوط، فلازم احنا نخلي بالنا امتى هنراعي الفراخ. هنخلي بالنا من الحراره عندهم مرتفعه، ننزل اللمبه الحراره، نرفع اللمبه قصدي لو الحراره مرتفعه. الحراره الجو برد ننزل اللمبه شويه. لازم نراعي كل الحاجات دي علشان تغيير الجو ده هيقلب على الفراخ. فانا عملت سقوه الشعير دي، نقعت الشعير من بالليل وجيت الصبح اديته غلوتين كده على النار لحد لما لونه صفار زي ما احنا شايفين كده، وصفيته. طبعا الشعير اللي هو نفسه الفراخ ما بتاكلوش، ده ممكن تحطيه الفراخ البلدي. وخدت الميه بتاعته دي كده بعد ما بردت، وطبعا هضفت ربع كوبايه ميه على كل لتر او نص لتر زي ما انا عامله كده، كل ساقيه نص لتر، وبحطهم للفراخ دي. سقوه غسيل كلوي ممتازه جدا للفراخ. تغلي معلقتين من الشعير في لتر الميه وتقدمها لهم. كمان بيعالج الاسهال الابيض، لان الاسهال الابيض ده اصلا ناتج عن مشاكل الكلى. يكون في مشاكل في الكلى تبص تلاقي الفراخ عندها اسهال ابيض. وبيحسن النشاط، بيفتح شهية الفراخ، طبعا حالتهم العامة كويسة فبيفتح نفسهم للأكل، وبيزيد من حيوية الفراخ، وكمان مضاد أكسدة عالي جدا. طيب هتقدمي سقوة الفراخ دي كم مرة في الأسبوع؟ على الأقل مرتين. زهقانة قوي مرة واحدة في الأسبوع لازم، عشان نحافظ على حيوية الفراخ ونشاطها. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم ودمتم بألف خير.